بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده إن شاء الله هنبدأ نعمل النوز في سلسلة الأناتومي اللي احنا شغالين عليها. ففي البداية هنجيب سفير 3D وبعدين هنعمل لها سكيل داون ونخليها عندنا هنا كده قدام بالشكل ده. بعدين شبه الأرجوز دلوقتي، بس يعني مش مشكلة، نشغل السيمتري. بعدين هنبوش من الأطراف دي كده، نيجي هنا نخليها تفل الشيب بتاعنا بتاع النوز ده. اوكي، من الجناب هنا كده، من هنا ومن هنا. اوكي طيب، عشان نعرف الطول بتاعها المفروض احنا لو جينا بالترانسبوز لاين وجينا من تحت هنا كده كليك لحد فوق، تمام. يعني لو جينا على الترانسبوز يونتس وخليناها 140، اوكي، فالمفروض ان احنا لو جينا من هنا كده كليك وسحبنا لبره، المفروض ان هي توصل لحد 20 حاجة بالشكل دوت كده. ده هيبقى اخرنا في النوز، فهنشد ده لبره لحد يبقى عندنا هنا كده. اوكي، ده كده ايه اخرنا في الطول بتاع النوز يعني. بعدين هاجي اصغر البريدج ده او اخليه بالشكل ده، وهنبدأ نطلع الجزء ده اللي قدام كده. طيب البلينز بتاعت النوز يعني هما في ناس تعملها 3، في ناس تعملها 4، ولكن انا شايف ان هي المفروض يكون في هنا كده في الجزء ده اللي الناس متوافقة عليه. في الجزء ده كده بيبقى مبطط بالشكل ده، بعدين الجناب هنا بتبقى واخدة شيب بالشكل ده كده. اوكي، وناخد الشيب بتاعنا ده لحد ما نوصل لحد تحت هنا كده. يعني ممكن بالاتش بولش كده، وابدا ان انا بولش كل ده بحيث انه يبقى بلين بالشكل ده كده، يبقى مسطح معايا. ممكن اجيب التريم دايناميك احسن. اوكي، ونترم كل ده كده، ومن هنا كده نفس الكلام بالشكل ده كده. اوكي لحد هنا كل ده بالتريم دايناميك. اوكي طيب، هنيجي بقى على الجزء اللي تحت ده، بيبقى فيه شويه اختلاف او يعني بيبقى محير شويه. في ناس بتعمله مسطح وفي ناس بتعمله بيبقى اسطواني، فانا مع الناس اللي بتعمله حاجه شبه الاسطوانه كده. تمام، السلندر المفروض انه يبقى كيرفي بالشكل ده كده. خلاص، ولكن في نقطه تانية، ان هي احنا عندنا هنا كده في بلين تاني. الحته دي كده لو جينا بالتريم دايناميك المفروض يبقى هنا كده في بلين تاني كده هنا بالشكل ده. اوكي، وعندنا هنا تحت الجزء اللي واخد اسطوانه. لو جينا بالترانسبوز، لان احنا محتاجين نطلع النوز ديت لقدام هنا كده شويه، محتاجين احنا نبوش الجزء ده لبره شويه كده. تمام، حاجه بالشكل ده كده. فنلاقي ان احنا عندنا 4 planes. لو جينا بالموف وزقينا ديت اد الايدج ده. اوكي، ولو جينا بالستاندرد برش وهاجي بالالت اعمل لجوه ستاندرد كليك، واجي بالالت نعمل كده نكبر السايز ونعمل لجوه الحته دي بالشكل ده كده. اوكي، واجي من غير الالت بقى يعني بالستاندرد العاديه يعني نطلع ديت لبره شويه كده بالشكل ده كده. تمام، سموث اللي احنا عملناه ده. ونرجع بقى نبص على الشيبس اللي احنا محتاجين ان احنا نعملها. طيب اول شيب عندنا، لو جينا حولنا الموديل ده لدايناميش ولكن زودنا ريزولوشن شويه، اول شيب احنا محتاجين نعمله هيبقى هنا كده لحد هنا كده، بعدين جاي لورا لحد الجزء ده بالشكل ده كده. تمام، ونرجع بس نظبط الاجزاء بتاعته والبلينز بتاعته، الحدود بتاعته. تمام بالشكل ده. طبعا احنا هنظبط الباوندريز بتاعت الشيب بحيث ان هو يبقى يتماشى مع العظم بالشكل ده كده، ولكن ده اول شيب عندنا نحدده بالشكل ده كده. ونيجي هنا كده المنظر ده، ممكن نيجي بالتريم دايناميك وابدا ان انا ايه اساوي الشيب بحيث ان هو يبقى ناعم كده، يبقى عشان لما نيجي نعمله زيرو ميشر ونبدا ان احنا نعمل منه قطع صغيره يبقى بسيط. ممكن سموث الجنب ده كده. بعد كده عندنا التاني شيب هيبقى، لو جينا بالدام ستاندرد هنعمل خط كده. تمام، المفروض ان هو يكون داخل لجوه هنا كده. فهنيجي بالكلاي بيلد اب وهبدا ان انا اعمل الجزء اللي عندنا هنا كده بالشكل ده. وممكن نيجي من اول هنا كده ونبدا ان احنا نحفر الجزئيه دي من جوه شويه بالشكل ده، بحيث ان دي هتكون داخله لجوه هنا كده، واخده كيرف لجوه كده. اوكي بالشكل ده تاني جزء سريعا كده، يعني مش بولشت قوي، ولكن يعني عشان نعمل الاجزاء التانية. بعد كده الجزء اللي بعد كده هو جزء يعني تريكي شويه، فهنلاقيه ان هو جاي ديت اسمها الوينجز، هنلاقيه جاي لحد هنا كده. لو جينا بالكلاي
وبدأت بالالت، شلت كل الجزء ده لجوه كده. تمام. بعدين ممكن نيجي هنا برضو بالالت، ممكن اجي بالماسكينج، بالماسك لاسو والماسك الجزء ده كده، وبوش الحته دي لبره. بعدين هنبوش الجزء ده لجوه بالشكل ده. اوكي. كده هاجي بالكلاي وابدا ان انا امشي بالستروكس بتاعتي بالشكل ده. اتاكد ان الباك فيس ماسك شغال علشان الحتت اللي جوه دي ما تتاثرش بالسكالت اللي احنا بنعمله بره، وهتبقى بالشكل ده لحد الحته ديت هنا كده. وبعدين هاجي بالالت كل الجزء ده كده كله لجوه. اوكي. لان ديت المفروض تكون، لو بصينا هنا من الزاويه دي كده، كل ده المفروض يكون لجوه، وهي هنا هنظبطها اكتر يعني، ولكن ايه، نعمل الباوندريز بتاعت الشيب بتاعنا. تمام. بعدين اخر حاجه عندنا الجزئيه اللي هنا كده، ونيجي بالالت، وبرضو هاجي بالالت على الجزء ده، ده يبقى اللي جاي لجوه هنا كده، وديت هتبقى جايه لجوه بالشكل ده كده. تمام. يعني بالمنظر ده، واتاكد ان الجزء اللي هنا ده واصل بدي، وديت بالشكل ده كده. نيجي بالموف نظبط بس لو في اي حاجه مش متظبطه. لو جينا بصينا من هنا كده محتاجين احنا ديت تبقى لجوه. ولو جينا بالكلاي بيلد اب عشان نشوف البلينز بتاعتنا، فالمفروض ان هنا يبقى في بلين كده. لو جيت بالالت هنا بعد كده جيت زودت، يكون في بلين هنا كده، وديت تبقى جايه بالشكل ده كده. هاجي بالالت هنا برضو بحيث ان احنا ايه نساوي الشكل ده، السيرفيس ده بالمنظر ده كده. اوكي. ونبدا ان احنا نسموث الشيبس بتاعتنا، وديت المفروض يبقى جايه بالشكل ده هنا كده. اوكي. يعني بالشكل ده كده. ديت غالبا شكل النوز، بس ممكن بس ايه بوش ديت هنا كده لجوه كده، ونغير شويه في الشيبس بتاعت الاجزاء دي بحيث ان هي ايه تلائم شويه اللي احنا عايزين نوصل له يعني. اوكي. يعني حاجه بالمنظر ده كده. نبوش ديت لبره، محتاجين الوينجز دي تكون طالعه لبره بالشكل ده، والجزء ده هنا داخل لجوه كده. تمام. دي باختصار شديد شكل الاجزاء بتاعت النوز. فلو جينا بالدرو وعملنا سويتش للكلر، او اخترنا كلر غامق شويه، ممكن اختار ده نقول له فيل، اختار ده غامق شويه كده. بعدين هاجي نبدا نرسم الشيبس بتاعتنا. ده اول شكل. الشكل اللي بعد كده او السكشن اللي بعد كده يبقى جاي من هنا كده. اوكي. بعد كده السكشن التالت هيبقى كل الجزئيه دي لحد هنا كده. تمام. كل دي كده لحد جوه بالشكل ده. والسكشن الاخير يبقى الحته دي. تمام. فاحنا كده ايه قسمنا شكل النوز. ممكن برضو نيجي بالبينت ونلون مثلا الاشكال دي، مثلا نيجي هنا كده نلون الحته دي عشان بس ايه نقدر نحدد الشيبس بتاعتنا والسكشنز ويكونوا واضحين بالنسبه لنا. تمام. اختار مثلا لون تاني هنا كده. يعني بعمله دوت بس ايه عشان نوضح لعينينا اللي احنا عملناه، وتبقوا قادرين تحددوا الفرق في الاجزاء دي، علشان لما تيجي تنحتوا الجزء ده من النوز يبقى واضح ليكوا انتوا شغالين على ايه بالظبط. لان الاجزاء ديت بتختلف من شخص للتاني، بتكبر، بتتغير، تطول، تقصر، تختلف من شخص للتاني. فالتريك في ان احنا نقدر ان احنا بعد ما نحتناها كده as standard shapes، ان احنا لو بنعمل لايكنس او بنعمل اي حاجه، ان احنا نقدر نحلل اللي احنا شفناه هنا ده على الريفرنس، واقدر اخرج منه المعلومات اللي ليها علاقه بالاناتومي منه من اللايكنس، وابدا ان انا ايه نعملها قدامنا يعني. تمام. دي شكل الاجزاء بتاعت النوز بالمنظر ده كده. اوكي. تمام. هنيجي بقى نبدا نعمل اللو بولي او الكليند فيرجن منه. فهاجي التوبولوجي برش، ممكن نطفي السيمتري، وهاجي بخط هنا كده ونمشي خط كده، وبعدين اعمل الشكل ده، نعمل خط هنا، خط كده، خط كده. تمام. ننزل بالسايز، هدوس كليك، بعدين ندوس كنترول شيفت كليك، سبلت الهيدن، ننزل تحت هنا كده نشغل الترانسبوز، هاجي بالزي موديلر، وهنيجي على الموف اقول له سناب اون سيرفيس، ونشيل الكريس اقول له انكريس اول. هاجي بالموف كده ابدا ايه نظبط، ممكن ندوس كده كنترول دبليو عشان يغير اللون بتاع البولي جروب، فنقدر احنا نشوف احنا بنعمل ايه بالشكل ده. هبعد دي شويه كده عشان لما اجي اعمل ميرور الناحيه التانيه ما يلحموش في بعض. اوكي. وابدا ان انا ايه اظبط الشيبس دي. بعد كده هاجي على الايدج اقول اكسترود، برضه سناب اون سيرفيس تو سيرفيس، ونبدا ان احنا نعمل الشيبس بتاعتنا بالشكل ده كده. اوكي. برضه هاجي من هنا كده نعمل اكسترود للجزء ده بالشكل ده كده، نلحم دي مع دي، بعدين هنلحم ديت مع دي،
ونلحم البوينت دي هنا كده مع البوينت دي، هيتبقى لنا الجزء ده، احنا ممكن نلحم دي مع دي ويدينا الشيب بالمنظر ده كده. بعد كده هاجي على الايدج ده ونعمل اكسترود، وهدوس الت وانا بعمل اكسترود كده عشان يعمل اكسترود لكل اللوب دي، وهنيجي نعمل بوش للبوينتس ديت هنا كده. تمام، ممكن بس ايه نبعد البوينتس ديت عشان نزود هنا كده، دوس كليك وادوس الت عشان يشيل اللوب ويدينا بس 1 فيس بالشكل ده. بعدين اكسترود تاني هنا كده ونبوش ديت لجوه لحد ما نخلص ونكمل الاجزاء دي كلها بالشكل ده كده. واخيرا هنا بالمنظر ده. بعد كده هاجي بالانسرت اقول له مالتيبل ايدج لوبس وادوس كليك هنا كده. قبل ما نعمل كده ممكن هاجي بس بالبيفل، وبعدين هنيجي ببيفل وهدوس هنا كده كليك بسيط، نعمل بيفل بسيط، كنترول شيفت كليك، هقول له ديليت الهيدن. بعد كده اوتو جروبس، كنترول شيفت كليك على ده ونسبلت الهيدن. هاجي من الجيومتري هنشيل اللي هو السب ديفايد سموث موديفاير، هنعمل سب ديفايد مره كده وهديليت اللور. وبعد كده اقول له بروجكت، فهيعمل بروجكت للاجزاء دي كلها. ممكن بس نعمل بيفل مره واحده هنا كده، نعمل بروجكت تاني بالشكل ده. تمام، بعدين كنترول دبليو وهاجي على الايدج ده وهقول له اكسترود، الت كليك، كنترول شيفت كليك، سبليت هيدن، ونبدا ان احنا نعمل الشيبس بتاعتنا. ولكن انا عايز الجزء ده يبقى هنا كده، وهنبدا ان احنا نمشي مع الدايركشن بتاع السكشن ده بالشكل ده كده لحد هنا كده. اوكي، بعدين هاجي من هنا كده دوس كليك وننزل لتحت بالشكل ده، وهنا نفس الكلام دوس دي كده عشان اتاكد ان انا ما عملتش اكسترود لاي حاجه مخفيه بالشكل ده كده. وهنا نفس القصه بالشكل ده كده لحد ما نوصل هنا. طيب الفايده من اللو بولي اللي انا بعمله ده ان احنا لو بصينا هنلاقي ان في عندنا في السكشن الواحد في بلينز مختلفه، فاللو بولي ده والريتوبولوجي المانيوالي ده بيعلمني الفرق ما بين الاسطح شكلها عامل ازاي، وببقى انا واعي ان هو هنا مثلا الجزء ده جاي كده وبعد كده في حته عموديه عليه بالمنظر ده كده. فانا ايه لما اجي اعمل بعد كده نوز على لايكنس مثلا من لايكنس او حاجه، اقدر ان انا اكستراكت الانفورميشن دي منه واقدر ان انا اعملها بشكل بروفيشنال كويس من غير ما يبقى فيه اي مشاكل. هنيجي على الايدج ده دوس كليك تحت ودوس الت، فهيعمل كل دول مع بعض بالشكل ده كده. نبوش بس البوينت دي لجوه ونبوش دول لجوه كده، ديت نجيبها هنا كده. اوكي، هاجي هنا هقول له انسرت مالتيبل ايدج لوب، نيجي على الفيس هقول له دو nothing، وهاجي على ده هقول له انسرت كليك بالشكل ده. بعدين هنيجي بروجكت اول يدينا بالمنظر ده كده، دوس كنترول دبليو، هاجي على الفيس ده ونيجي نقول له على الايدج ده اقصد، واقول له اكسترود كليك، دوس الت، بعدين الت كليك الت، اقول له الت كليك، كنترول شيفت كليك، سبليت الهيدن، وهنبدا نموف البوينت دي هنا كده وديت تبقى هنا، اكسترود الجزء دوت كده لحد ما نوصل لفوق هنا كده. بعدين هاجي من هنا ونكسترود كل ده، حتى عادي ان انا اعدي النقطه بتاعت النص لان انا كده كده هلحم فهيتظبطوا مع بعض يعني. تمام، نسيف. بعدين لو بصينا على اللي احنا عملناه هنلاقي ان احنا عملنا الجزء ده والجزء ده، فممكن نيجي من فوق اقول له ميرج داون. اوكي، تمام كده احنا ايه عملنا كل الاجزاء دي. هاجي بس بالموف توبولوجيكال وهبدا ان انا ايه نظبط شويه في الاماكن بتاعتهم. اوكي، طبعا في فرق في البوليجونز هنا، فممكن نيجي مثلا بالزي موديلر وهنا هقول له انسرت لايدج لوب واحده، هنا واحده وهنا واحده بالشكل ده كده، وهنيجي نقول له بروجكت اول، وهنا برضه ممكن واحده كده نقول له بروجكت اول بالشكل ده. هاجي بالموف توبولوجيكال وابدا ان انا ايه بوش البوينتس عشان تفت في الاماكن بتاعتها. تمام، لو جينا من هنا كده قلت ميرور اند ويلد هنلاقي ان هو المنظر ده، فاحنا ممكن نماسك الجزء ده كده وهبدا ان انا بوش البوينتس دي لجوه شويه، او ممكن نعمل حركه الطف شويه، كنترول شيفت كليك على دول ودول، بعدين هاجي هنماسك كل دول، وهاجي بالدبليو الت كليك، نيجي هنا كده لحد هنا كده ونعمل سكيل داون في الاكس بالشكل ده. اوكي، ونزقهم جوه شويه كده كده، اقول له ميرور اند ويلد، محتاجين يتزقوا اكتر كده مثلا كده بالشكل ده. تمام، هاجي بالزي موديلر وهنقول له اكسترود، ولكن هنعمل اكسترود لجوه، فالاول حاجه محتاجين نعمل فليب، مش محتاجين، هنيجي هنا كده اقول له على الفيس ده سبيس اول بوليجونز، نعمل اكسترود لجوه حاجه بالشكل ده كده، بعد كده اقول له فليب بالمنظر ده. تمام، هاجي اقول له جروب باي نورمالز، كريس بولي جروبس، خلي كريسنج ليفل 1 ونخلي فيه دايناميك سب ديفيجن 6
بالشكل ده كده، فهيدينا الشيبس بتاعتنا بالمنظر ده. بعد كده هقول له اوتو جروبس، بعدين نعمل ميرور اند ويلد، تمام، بحيث ان هو يبقى الجروب اللي على اليمين هي الجروب اللي على الشمال. اوكي، بعدين هاجي بالدبليو وبالموف، هبدا ان انا بوش الاجزاء دي، شغل السيمتري، شيل الدايناميك سب ديفيجن، سموث، وهنبدا ان احنا نبوش الحتت دي كلها لجوه هنا كده، مش قوي يعني، ولكن ايه علشان تبقى جوه معانا هنا كده، تمام. طبعا ممكن اجي على الدايناميك سب ديفيجن اقول له ابلاي، يبقى عندنا سب ديفيجنز عاديه، بحيث انه يبقى الشغل اسهل واسلس من ما يبقى دايناميك سب ديفيجن هي الاون. فيبقى عندنا الموديل بالشكل ده كده. هيجي محتاج ان انا اول حاجه بقى ايه، نهايد الجزء ده، ونبدا ان احنا نظبط الاجزاء بتاعت الباوندريز يعني بتاعت القطعه دي. فننزل بالسب ديفيجن كده وايه، وبالموف نبدا ان احنا ايه بوش فيهم، بحيث ان هو يبقى فيش فراغات ما بينهم ويبقى شكلهم كويس بالشكل ده كده. نطلع بالسب ديفيجن مره، بوش ديت لجوه، ايدجز، الت دبليو كنترول كليك، وهنيجي هنا كده الموف دي، حرك دي كده شويه لحد ما تظبط. ممكن نجيب الموف بالشكل ده كده، وده غالبا بيبقى بره. ولو جينا بالدبليو كليك كنترول كليك هنا، محتاجين احنا نبوش ديت لجوه كده شويه، وديت تبقى جايه بالشكل ده، في تيبر هنا كده لجوه بالشكل ده كده، يدخل لجوه كده. بعدين كنترول كليك على اللي تحت دي، نبدا ان احنا ايه نبوش الجزء ده لحد ما يبقى المنظر ده كده، تمام. ودبليو كليك على ده ونسموث بوش، ننزل بالسب ديفيجن سموث ونزقهم جوه كده كده. احنا يبقى احنا ايه خلصنا البلينز بتاعتنا للنوز، وده شكلها النهائي عندنا بالشكل ده كده. اوكي، ممكن بس ايه دبليو كنترول كليك وهنبوش الحته دي لجوه، دبليو كنترول كليك، وديت محتاج ان هي تبقى جايه هنا كده، تمام. بعد كده عندنا تو ماسلز بيغطوا الغضاريف دي. فاول ماسل هتبقى جايه بالشكل ده، ماسكه السكشن ده كده كله لحد هنا كده، ونازله لحد الكي 9 تيث او التيث رقم 3. لو جينا كده 1 2 3 هنلاقيها نازله عند التيث دي كده، تمام بالشكل ده. اوكي، دي اول ماسل. بعد كده في عندنا ماسل تانية مغطيه الجزء اللي هو بتاع الوينجز ده، وهتبقى جايه بالشكل ده كده تحتيها هنا كده، تمام. ديت فوق اللي بالازرق، يعني لو جينا كده باللون ده كده وغطينا دي كده بالشكل ده كده، هتبقى فوقيها بالمنظر ده، تمام. فعشان نعمل كده هاجي على الجزء بتاعنا بتاع النوز ده اصلا، اوكي، وممكن نيجي بتوبولوجي برش، او ممكن ناخد من هنا اقول له كده دبليكيت كنترول شيفت كليك، او ممكن اقول له جروب باي نورمالز، جروب باي نورمالز كنترول شيفت كليك، ديليت الهيدن ونشيل الكريسنج فور ناو. بعدين هاجي بالزي موديلر على الاجزاء ديت، وهبدا ان انا ايه نعمل الشيب بتاعنا. فاول حاجه ديليت سب ديفيجنز، ونيجي كده نمشي على الموديل لحد ما نعمل شكل المصل اللي احنا عايزين نعمله. فكده الشكل ده كده، تمام. يعني تبقى ايه واخده شيب لتحت كده، تمام. وهنجيب دي هنا كده، وبعد كده هنعمل لهم زيرو ميشر عشان تبدا ان هي تظبط كتوبولوجي، تمام. ننزل دي لحد هنا كده، هجيب الزي ريميشر جايدز ونعمل خط كده، وبعدين هقول له من الجيومتري هنطفي دي ونطفي دي، وديت حوالي 42، فاحنا ممكن نخليها كده تبقى معانا بالشكل ده كده، دي اقل حاجه يعني، تمام. هجيب الموف برش وهبدا ان انا موف الاجزاء دي كده عشان تظبط شويه. اوكي، بعدين بالزي موديلر ممكن بس نصلح الجزئيه دي، فانا هاجي هنا على الفيس ده اقول له ديليت الفيس ده، وهاجي بالموف احرك دي هنا كده، تمام. بعدين هاجي بالزي موديلر نعمل اكسترود لبره، كل ده بره كده. لو طفينا دي وجين جروب باي نورمالز كريس دايناميك سب ديفيجن، هيدينا الموديل بتاعنا بتاع النوز. الالوان متشابهه، فاحنا محتاجين ان احنا نغير شويه في الكالر كودينج. فلو جينا على الاجزاء بتاعت النوز دي واديناها لون سمني شويه حاجه كده، تمام. وهاجي على النوز ديت او المصل بتاعت النوز دي ونديها نفس اللون الاحمر دوت بالشكل ده كده، تمام. وهنقول له ابلاي، ننزل بالسب ديفيجن سموث شويه الجزء ده، هاجي بالسنيك هوك بوش ديت تحت بالشكل ده، نرفاين الاطراف شويه بالشكل ده كده، بوش ديت لحد ما تبقى في مكانها مظبوط بالشكل ده، تمام. جميل جدا. هاجي على التاني على الاجزاء دي ونقول له دبليكيت، هننزل لاخر سب ديفيجن، اول سب ديفيجن اقصد. بعد كده هقول له ديليت هاير جروب باي نورمالز كنترول شيفت كليك،
هنديليت الهيدن. وبعدين انا عايز اخد من اول هنا كده، ده مش عايزه، نشيل السبديفيجنز، نشيل السيمتري ونديليت ده كده. تمام، اقول له ديليت هيدن. بعدين هاجي بالزي موديلر اكسترود، وهنا اكسترود، وهنا اكسترود بالشكل ده، نحرك دي كده هنا. اوكي، ممكن نهايد ديت فور ناو عشان بس نشوف هنعمل ايه. ومحتاجين هنعمل اكسترود لهنا دي كده، ونعمل اكسترود هنا. هاجي على الفيس هقول له دو nothing عشان كل شويه بس بيعمل اكسترود مع نفسه. نعمل كده اكسترود لده، ونيجي بالموف نموف كل دول بالشكل ده كده. وبعدين نعمل اكسترود لتحت، يعني حاجه بالمنظر ده كده. تمام، اقول له increase all، وهنيجي بالزيرو ميشر جايدز هنعمل لاين كده، وهنيجي بالزيرو ميشر قلل اقل حاجه وادوس كده كليك. ممكن نخليها مثلا 0.5 واقول له زيرو ميشر فيديني حاجه بالمنظر ده. ولكن لو لاحظتوا هنا دي محتاجه ان هي تتظبط برضه، فمحتاجين هنعمل اكسترود هنا كده. اوكي، وممكن نبوش ديت بالشكل ده كده، بس نعمل زيرو ميشر يظبط كل الاجزاء دي. نعمل سموث. اوكي، لو بصينا على المصل اللي تحتيها تمام، ممكن ايه، هبدا ان انا اعمل اكسترود كل ده. هدوس جروب باي نورمالز، كريس، دايناميك سبديفيجن، ابلاي، وهاجي بالسموث وننزل السبديفيجنز كده، نعمل سموث للاطراف دي. وبرضه ممكن بالكلاي هبدا ان انا ايه، ريفاين شكل الماسل دي مكانها فين بالظبط بالشكل ده كده مثلا. اوكي، بعدين هاجي بالسنيك هوك وهنبدا ان احنا نبوش داون هنا كده، سموث اوفر اول كلاي، وناخد الكيرف ده كده، نطلع بالسبديفيجنز سموث، هاجي بالموف بوش ديت لفوق كده بالشكل ده كده. كده يبقى احنا ايه، عملنا الاجزاء بتاعت الماسلز بتاعت النوز. فكل اللي انا محتاج اعمله دلوقتي ان احنا طبعا نطلع على اخر سبديفيجن، ولو نزلنا تحت دي برضو 7 subdivisions. فلو طلعنا فوق تاني اقول له merge down، سيف بس merge down. تمام، نعمل fill الاوبجكتس. طبعا مش محتاجين ال 7 subdivision، فاحنا ممكن ننزل بالسبديفيجن شويه، ممكن مثلا 3. اقول له delete الهاير. ولو رحنا نعمل الزي بلجن، في عندنا حاجه اسمها سب تول ماستر، هقول له mirror، هيقول لي انت عايزها نفس السب تول ولا as a new sub tool. فهنقول له merge into one sub tool، نعمل كده فيعمله لي ميرور الناحيه التانيه بالشكل ده كده. تمام، في تعديل بسيط احنا ممكن نعمله على الجزء ده من النوز اللي هو ده كده. تمام، لان هو بيختلف من شخص للتاني. فاحنا ممكن نيجي مثلا بالموف كده، ونبدا ان احنا ايه، نوسع شويه الحته دي بالشكل ده كده. تمام، وممكن نيجي على الجزء جوه ده نصغر شويه الوينجز ديت. ولو رحنا هنا على الحته دي محتاجين ان احنا نصغر شويه الجزء ده، نرجع تاني لده وبوش ده كده بالشكل ده كده. طبعا هي بتختلف من شخص للتاني، ولكن ايه يعني تعديل كده ممكن احنا نعمله يعني قبل ما نختم الفيديو. واخر حاجة ممكن نعملها اللي هي احنا لو جينا مثلا البرش دي دايما بيبقى فيه كده لاين هنا، فاحنا ممكن نعمل اللاين ده غالبا بيبقى بالشكل ده كده. تمام، ولو جينا كده بالموف توبولوجيكال على الجزء اللي جوه، طبعا احنا لو قعدنا نقعد نعدل الصبح يعني فيها يعني. تمام، بوش ننزل بالسب ديفيجن على اخر حاجه خالص، ونبدا ان احنا ايه، نسموذ الجزء ده بالشكل ده كده. كده يبقى احنا ايه، خلصنا الجزء بتاع النوز في الفيديو ده. في الاخر لو وصلتوا لحد الجزء ده من الفيديو فما تنسوش اللايك والشير، ولو عندكم اي اقتراحات سيبوها لي تحت في الكومنتس. نلقاكم ان شاء الله في الفيديو الجديد من السلسله دي والفيديوهات اللي جايه عامه يعني. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.